هتعمل ايه لو أجرت شقة ولقيتها مسكونة بالجن؟ وده اللي حصل مع الفنان أحمد رزق. كان في برنامج بيتعرض على التلفزيون اسمه عفاريت حسين الإمام للفنان الراحل حسين الإمام. كان بيستضيف فيه مجموعة من الفنانين والفنانات، وكانوا بيحكوا عن مواقف غريبة ومرعبة حصلت لهم. ومن ضمن الفنانين الفنان أحمد رزق، والكلام اللي هحكيه من أحمد رزق نفسه. في البداية فجيت أنا وصديق ليا. أحمد رزق بيحكي وبيقول: كنت بدور على شقة أقعد فيها أنا وصاحبي في الجامعة، وكان مشغول أغلبية الوقت، فقال لي دور أنت. وفعلا لقيت شقة كبيرة 4 أوض، بس ما كملتش فيها 15 يوم أنا وهو. بيحكي وبيقول: بعد ما لقيت الشقة صاحب البيت قال حاجة غريبة، قال لنا في أوضتين محدش يجي جنبهم عشان أنا شايل فيهم حاجات. وقلنا تمام، وقعدنا يومين أو 3 كان الحال طبيعي. وفي يوم خالد صاحبي اللي معايا اللي في الجامعة قال: أنا جايب واحد زميلي في الجامعة يقعد معانا. أحمد رزق قال له: يقعد فين؟ المكان مش كبير. راح خالد قال له: الإيجار كتير عليا وعليك، وبدل ما يتقسم عليا وعليك يتقسم عليا وعليك وعلى صاحبي اللي جاي دوت. أحمد ساعتها وافق، وبعدها راح خالد صاحب أحمد يفتح أوضة من الأوض اللي صاحب الشقة قال له ما تفتحهاش. بس الغريب إنه لما فتح الأوضة ملقاش حاجة فيها، عكس الكلام اللي قاله صاحب الشقة. وأحمد وقتها اتضايق جدا لأن صاحبه خالف الكلام اللي صاحب الشقة قال لهم عليه. بس أحمد لما دخل الأوضة ملقاش حاجة فعلا، وقال له: أنا ماليش دعوة باللي حصل ده، وأنا هدفع نص الإيجار زي ما كنت بدفع الأول. ولو أنت خالد الفلوس بتاعة الإيجار تقيلة عليك خلي صاحبك معاك. وبالليل في نفس الليلة لقيت صاحب خالد بيخبط على باب الأوضة عندي وبيقول لي: لو مش عايزيني أقعد معاكم قول لي من الأول، لكن ما تعملش حركات العيال الصغيرة ديت. وأنا ساعتها قلت له من ورا الباب حركات إيه اللي أنا أعملها؟ وفتحت الباب، وأول ما فتحت الباب لقيته ماسك قميص ومتقطع بطريقة غريبة جدا. ماسك قميص مقصوص شرايط. صدقني أنا ما عملتش كده، وقعدت أحلف لكن ما صدقش. بس في حاجة أغرب، وهو اللي حصل إن الراديو بتاعه كان سايح، وجي وقال لي: ينفع اللي انت بتعمله دوت؟ احمد وقتها ما كانش يعرف ايه ده ولا حتى اللي حصل فيه، بس المرة دي ما وجهش لاحمد اتهامات صريحة. واحمد قال له: مستحيل اعمل كده، وليه اصلا اعمل كده؟ قال له: انا مش شاكك فيك، بس فسر لي ايه اللي بيحصل ده. بس احمد كان شاكك من جواه ان كل اللي بيحصل دوت بسبب الاوضه اللي فتحها. شاكك من اول ما دخلنا الاوضه ولقيناها اوضه عاديه. خالد قال لنا: انا مش هقعد معاكم، وقفلنا الاوضه تاني وهو مشي. وبعديها ب4 ايام احمد وزميله الفنان محمود عبد المغني كانوا راجعين بالليل حوالي الساعه 3. احمد عرض على محمود انه يبات معاه، واحمد كان مفكر انه هيبات في نفس الاوضه معاه، بس محمود قال له: انا هدخل هنا. وقتها خالد بصلي انه يعني يدخل عادي ما فيهاش حاجه، ودخل محمود الاوضه ونام. وفجأة لقى صوت محمود بيصرخ. راح قال له: مالك يا محمود، في ايه؟ قال له: انا سمعت خطوات رجلين زي ما يكون حد لابس قبقاب، وبيقول لي واحدة دخلت عليا. قلت له: واحدة ازاي يعني؟ مفيش حد غيرنا. ووصف لي شكلها ازاي، وبيقول لي واحدة كانت شكلها غريب جدا، بس مفيهوش شر، وطويلة ولابسة فستان اسود وشعرها طويل. وقتها احمد بدأ يترعب وقال له: دخلت جابت قميص وقطعته، ووصف لي التقطيعة. بس الغريب هنا بقى ان هي نفس التقطيعة اللي كان بيشتكي منها صاحب خالد. قلت له: تعالى نتأكد من القميص. محمود كان خايف جدا، بس احمد قال له: تعالى معايا وهنقرأ قرآن. وفعلا دخلنا، بس الغريب اننا لقينا القميص سليم ما فيهوش اي حاجة. وقتها محمود انهار، قلت له: ادخل نام انت في اوضتي. واحمد قرر ما ينامش ولازم يمشي من الشقة دي، بس قبل ما يمشي لازم يعرف ايه اللي بيحصل، وليه الأوضة لما بتكون مقفولة مش بيحصل حاجة، ولما تتفتح
بيحصل كل المصايب ديت. واحمد قرر انه يدخل الأوضة تاني، بس شاف حاجة غريبة، وهي شاف ان الست اللي محمود عبد المغني وصفها له شافها ماسكة مقص. صرخ احمد وجري لمحمود وافتكرني بهزر وقال لي احلف انك شفتها، وحلفت له اني شفتها وقعدت اقول له مواصفاتها. محمود ما كانش مصدقني، بس صدقني لما قلت له انها كانت لابسه عقد. وقتها صدق لانه ما كانش قايل لي انها لابسه عقد. وقتها نزلنا احنا التلاتة، انا ومحمود وخالد، على قهوة كانت تحت البيت، فضلنا قاعدين فيها لحد الساعة 3 وقرروا انهم ما يرجعوش البيت. وحكينا اللي حصل للسمسار، والسر كله كان في صاحب الشقة. السمسار قال لنا ان صاحب الشقة كان عنده اخت متأخرة ذهنيا، وكان حابسها في الأوضة بسبب انها كانت بتعمل له مشاكل على طول. واخته ما كانتش بتعمل حاجة غير انها بتخيط في الأوضة اللي ظهرت فيها، وما كانش بيفتح لها الأوضة غير لما كانت بتخش الحمام. وفي يوم ولعت في نفسها وبس كده. قولي لو انت مريت باللي حصل دوت، كنت هتعمل زي ما احمد عمل ومشي، ولا كنت هتكمل مغامرة؟ وبس كده، سلام.